النهارده مش جايب لكم سهم، انا جايب لكم هديه. بنك كيو ام بي اللي هو الكود او التيكر بتاعه كيو ام بي اي تحت اهو. طيب خلينا نبص بقى نشوف التحليل بتاعه. احنا عندنا هنا قناه سعريه صاعده اهي، وخلينا نختار اللون، نخليه لون مختلف شويتين كده عشان تبقى الدنيا باينه معانا. قناة سعرية صاعدة اهي. القناة دي اتبنت على اساس ايه؟ طبعا انا تعمدت ان انا ارسم القناة قبل ما ارسم الزجزاج بتاعنا، بس ده نظرا لان السهم فيه حالة استقرار صعود غير عادية، فعشان كده انا عملت ده. لكن الطبيعي ان احنا بنقول ايه؟ عندنا قمة وقاع، قمة وقاع، قمة، وبعد كده قاع هو شغال فيه دلوقتي. بس نظرا لان الوضع عندنا هنا حلو قوي، ف انا رسمت القناه على طول. انا رسمت القناه السعريه على طول. السعر بيقول لي انا صاعد. طبعا هو التسعير كله فوق الموفينج افريج اللي اتكلمنا عليه قبل كده. عندي هنا في البيانات في الاستوكاستيك حاله تحت اهو، خلينا نشاور عليه، حاله تشبع بيعي. وبعد كده لو جينا بصينا هنا على الفريم الاصغر بقى، هنلاقي في عندنا شويه شموع نازله اللي هي القناه السعريه الصغيره او القناه الفرعيه دي اهي، القناه السعريه اللي عندنا هنا. طيب نخش بقى على الفريم الصغير كده نتفرج نشوف ايه اللي حاصل عندنا. هتلاقي تعديل للقناة السعرية عشان طبعا تتوافق فعليا مع المنظر اللي قدامنا اهي. ادي القناة السعرية بتاعتنا. نخش على الفريم الاصغر شوية، هنلاقي شوية قمم وقيعان. خلينا نبدأ نرسمهم بقى. عندي ادي قمة وقاع، قمة وقاع، قمة وقاع، قمة وقاع، اللي هو بالنسبة لنا عبارة عن وتد. نغير اللون، خليه اي لون كده بس عشان نشوف. وتد اهو، انعكاسي، يعني جاي من حالة هبوط. طيب بكسر القمة اللي عندنا هنا دي، نرسمها كده ونبينها، اللي هي دي اللي هو سعر 29.5 او سعر 30.5. صار عندي صعود قوي، ولكن لازم ننتظر شوية لأن في شيء مقلق هقول لكم عليه كمان شوية، ولكن الوضع العام مطمئن. فانت بكسر الكلام ده نقدر نقول في حالة صعود. صعود لحد فين؟ حد ادنى تقريبا اولموست هيبقى ضعف فلوسك. كمرحلة اولى هيبقى من سعر 29.5 لحد 44.5 او 45. كمرحلة تانية انت معاك لحد 60 او الحاجة و60 كمان، ممكن لحد 65 كمان تبقى مرتاح كمرحلة تانية. اذا تقريبا السعر بتاعك هيوصل لحد ضعف الرقم اللي هو عليه دلوقتي، اللي هو ضعف التسعير الحالي. طب ايه الشيء اللي مقلق قدامي او اللي مقلق شوية بالنسبة لي؟ هو ان السعر ما وصلش لحد ارضية القناة، وده شيء مش مقلق قوي. يعني المفروض الطبيعي ان السعر بيوصل لحد ارضية القناة. ده مش مقلق لانه ما حصلش هنا قوي، يعني السعر هنا ما حصلش فيه ان هو نزل الارضية قوي. فهو الوضع العام عندي صاعد زي ما قلنا. طب هتخش كده في التفاصيل، استنى اول حاجة يحصل عندي اختراق للوتد اللي قدامي ده، وهيتجاوب معاه نفس الاختراق اللي هيحصل للقناة السعرية الهابطة اللي هنا. اللي شايفين القناة دي، هو السعر هو بيخرج بره الوتد. في وتد عندنا اهو، الوتد ده السعر هو بيخرج براه، هو بيخرج بره القناة دي كمان. وعايزين بقى عشان نأكد على المعلومة يكون خرج بره سعر 29.5 بشمعة قوية، ويكون في عندي فوليوم قوي هنا لصعود. في الحالة دي اشتري وانت مطمن. بنسبة كبيرة جدا 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 ان شاء الله السعر يوصل معاك لضعف الرقم اللي انت شاري بيه. يعني لو اشتريت ب 30 تقدر تبيع ب 60. ده مش معناه انك تحط كل فلوسك، ولكن انا بتكلم في العموم كتحليل فني. ده رأي التحليل الفني بتاعنا. طيب يهمني قوي ان انا اعرف الفترة الجاية الناس مهتمة بايه اكتر. هل مهتمة اكتر بان انا اعلمك فكرة التحليل والكلام ده، ولا مهتمة اكتر بالصفقات، ان انا اقول لك عندك السهم ده صاعد خش اشتري، يعني اديك النتيجة على طول. فلو انت مهتم اكتر بالتعليم حط لي في الكومنتس او في التعليقات واحد. ولو مهتم اكتر بانك تاخد الصفقات او تدخل معايا الكوميونتي بتاعي
اللي بنجمع فيه بقى صفقات وبنبدأ نحلل فيه كل يوم مثلا 3 4 اسهم، اقول لك الثلاثه دول مثلا من افضل الاسهم بشكل دوري، اكتب لي رقم 2. فلو انت مهتم بالنتيجه على طول اكتب لي رقم 2. لو انت حابب ان انا انزل الكورس او انزل كورس تعليمي او الكلام ده، طبعا هيكون مدفوع الكورس التعليمي. لو حابب ان انا انزل كورس تعليمي مدفوع اكتب لي رقم 1.